مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى تتوالى سلسلة من الاضطرابات الجوية على مناطقنا الشمالية. تكون هناك فترات صحوة من حين لآخر. بالنسبة ليوم الغد بحول الله، اضطراب جوي سيشمل كل المناطق الشمالية، يخصها بسحب كثيفة وأمطار أحيانا تكون على شكل زخات، مع هبوب رياح كذلك قوية على كل السواحل وحتى بالهضبة الغربية. الثلوج بإذن الله ستخص المرتفعات الشرقية خلال الصبيحة، ثم تزول بعد الظهيرة بإذن الله. أما بالمناطق الجنوبية الأجواء ستبقى صحوة على العموم، مع تطاير للرمال من الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء ومنطقة الواحات. إذن الرؤية ستكون من حين لآخر ضعيفة. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم تقارب درجة واحدة إلى 4 درجات على كل المناطق الداخلية والهضاب العليا، 7 إلى 11 نحو سواحل، 9 درجات بشمال الصحراء بكل من الأغواط وغرداية، 10 درجات ببشار، 15 بالمنيعة وإن صلح، تقارب 13 بإليزي وإن مناس، نفس المقياس بتندوف وبن عباس حتى بتمن راس، ترتفع لغاية 19 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستقارب 9 درجات فقط بالجلفة بالبيض بعند فلا، 11 بكل من سعيدة سطيف قسنطينات، 16 إلى 18 على كل سواحل، 16 كذلك بتيزي وزو وتلمسان، تقارب 14 بتبسة وباتنا. أما بالجنوب 21 درجة بغرداية، 23 درجة بالواد بالمغير بولاد جلال، كذلك بورقلة بحاسم سعود بتقرت وحتى ببشار، 28 درجة بتندوف وأضرار حتى بتمنراس، ترتفع إلى 35 درجة نحو أقصى الجنوب. أما للملاحة والصيد البحري، البحر سيبقى كثير الاضطراب على كافة السواحل، حتى الرياح تبقى من قوية نسبيا إلى قوية نحو السواحل الوسطى. أما عن الأيام القليلة المقبلة، يوم الثلاثاء دائما تبقى تشهد سحب عابرة كل المناطق الشمالية، مع زخات من الأمطار نحو السواحل الشرقية، تكون ضعيفة ومحلية بكل الهضاب العليا. أجواء مستقرة على المناطق الجنوبية، درجة الحرارة ما بين 12 إلى 21 درجة بالمناطق الشمالية، وما بين 21 إلى 31 درجة نحو المناطق الجنوبية. يوم الأربعاء بإذن الله سحب عابرة دائما نحو كل المناطق الشمالية، احتمال لأمطار محلية نحو كل سواحل مرفوقة بهبوب رياح قوية، كذلك هبوب رياح قوية بمنطقة الواحات، وأجواء صحوة تماما على كافة مناطق الجنوب الكبير. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. يوم الخميس بإذن الله تبقى دائما سحب عابرة على كل المناطق الشمالية مرفوقة بأمطار محلية نحو السواحل الوسطى والغربية، تكون مرفوقة كذلك بهبوب رياح قوية. الأمطار ستكون أكثر استمرارية نحو السواحل الشرقية، حتى المناطق الداخلية ستشهد هذه الأمطار، بينما سحب عابرة نحو الهضاب العليا، رياح قوية نسبيا بشمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع أجواء مشمسة تماما على كافة المناطق الجنوبية. درجة الحرارة ما بين 14 إلى 21 درجة نحو السواحل، وما بين 21 إلى 32 درجة بالمناطق الجنوبية. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و43 دقيقة، أما الغروب على الساعة 6 مساء و22 دقيقة. وتبقى دائما عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. شكرا على المتابعة ودمتم في أمان الله.